السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد من مطبخ ام دونا. وان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة قشطة المولد النبوي عليه الصلاة والسلام. يلا كده كل واحد كده فينا يصلي على النبي كده ويذكر الله ويضغطوا لايك كده، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف ام دونا عملت لنا قشطة المولد الخطيرة الجامدة دي ازاي. بصراحة تحفة جدا. هجيب دلوقتي معايا كوباية سكر، ويفضل ان هو يكون سكر ابيض. تمام، هنزل عليها تلتين كوباية مية عادية من الحنفية، وهنزل عليهم برشة فانيليا. ودلوقتي هرفعهم على النار. اول ما يبدأوا يسخنوا كده هنضيف لهم بقى عسل جلوكوز. دلوقتي بقى هنجيب الكوباية بتاعتنا، هنضيف لها معلقتين جيلاتين نباتي. طبعا الجيلاتين ده من عند العطار، اللي ملوش طعم ولا له ريحة ولا اي حاجة. معلقتين هرميين كبار كده، وهنزل عليهم بربع كوباية مية، وهدوب الجيلاتين كويس جدا. هنقلبه كويس كده لما يدينا بقى ايه القوام ده كده. يبقى كده الجيلاتين جاهز، نركنه بقى على جنب. ودلوقتي هجهز القالب بتاعي اللي انا هنزل فيه القشطه بتاعتنا. اي قالب موجود عندك، اي علبه اللي انت حابه تعملي فيه. دلوقتي انا هعمل في البايركس. دلوقتي هديله بس دهنه زيت بسيطه كده، عشان طبعا هفرش فيه كيس بلاستيك، كيس تلاجة، فعشان يثبت الكيس هفرد طبقه زيت بسيطه كده في الصينيه. نبدأ نفرد عليها الكيس بقى. طبعا احنا بنجهز كده في الاول، عشان طبعا لما نضرب القشطه بتاعتنا ما تربطش معانا في سرعه. اما نجهز بقى وكده تكون القشطه بتاعتنا ربطت وباظت، فلازم كل حاجه تكون جاهزه معانا في البدايه كده بالشكل ده. والكيس بتاعنا برضو هندهنه دهنة زيت كويسة برضو جدا، ونراعي ان احنا ندهن الجوانب كويس، لان انا مدهنتش الجوانب كويس، فنراعي ان احنا ندهنها كويس عشان ما تلزقش مننا. ودلوقتي هبدأ بقى ارش كده جوز هند اختياري، جوز هند ومبشور. جوز هند وزبيب، اسفة، جوز هند وزبيب، او فواكه مجففة. اي حاجة اللي انت حابة تضيفيها، بس طبعا جوز الهند اساسي. الزبيب ممكن اختياري. هنا الشربات بتاعتي بدأت تقلب، هنزل عليها بنص كوباية من العسل الجلوكوز بالشكل ده كده، وهنسيبها تغلي غلوتين. ودلوقتي بقى عقبال ما تغلي هننزل الجيلاتين بتاعنا في بولة كده بالشكل ده، ونجهز المضرب الكهربائي. ودلوقتي الشربات بتاعي اول ما بدأ يغلي معانا بالشكل ده، نجيبه بقى ونجهز المضرب بتاعنا وننزل بالشربات على طول على الجيلاتين، ونبدأ نضرب. نبدأ بقى كده. ما اقولكوش بقى المضرب بتاعي عمل فيها موقف، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. بس عملنا القشطة بتاعتنا برضو طلعت تحفة جدا. دلوقتي هبدأ انزل بالشربات كده بالعسل الجلوكوز على الجيلاتين بالشكل ده. والمضرب بتاعي كان راكن، اشتغل معايا شوية وركن، مرضاش يشتغل خالص، فانا حاولت ان انا اشغله كده شوية. ضرب نار وعمل زي القنبلة كده، وقام ضارب نار مرة واحدة وباظ. الحمد لله كنت بعيد، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فبعت بقى جبت مضرب من عندي واحدة جارتي وكده وضربته. ده انا كنت جبت المضرب التاني هو زي بتاعي بالظبط. ونبدأ نضرب بقى بالشكل ده. يعني معانا هنفضل نضرب لحد من 8 دقايق ل10 دقايق، اكتر من كده لا.
وهنا مراحل الضرب دي بعد بشوية كده، بعدها بشوية طبعا انا بقى نريح المضرب شوية ونرجع نضرب، بس مش كتير يعني، ثواني بس كده عشان طبعا ما يضربش مننا تاني. وده قوامه كده بالشكل ده ما شاء الله، بيفتح معانا كده وبيهش بالشكل ده كده. ودي المرحلة اللي بعد كده برضو ان شاء الله فتح جدا وقوامه بقى جميل. وقربت لكم الكاميرا كده بالشكل ده، ان شاء الله قوامه جميل جدا. هو كده تمام، بس هنديله برضو كمان بالشكل ده، هنديله كمان دقيقة، ضربة دقيقة بس. وبكده يكون جاهز معانا. ده القوام المظبوط. طبعا الصينية جاهزة عشان ما يربطش مننا على طول. نفك بقى المضرب بتاعنا ونبدأ ننزل بالخليط بسرعة. نصب الخليط بتاعنا في القالب على طول بالشكل ده كده، ان شاء الله قوامه جميل جدا وبينزل يفرد نفسه على طول. نزل بقى بالاسباتيولا كده بسرعة. ما شاء الله الخليط بتاعنا جميل جدا وناجح وسهل ومش مكلف خالص. لان انا بصراحة من عشاق القشطة، اكتر حاجة بحبها في حلويات المولد القشطة دي. وبصراحة انا جيت اجيب، لقيت الكيلو ب120 جنيه، والكيلو عبارة عن 12 قطعة، يعني من 10 ل 12 قطعة ب120 جنيه. قلت لا ما بدهاش، نكلفها 30 جنيه ونعمل اكتر من كيلو في البيت، وطبعا بنظافة وحاجة مضمونة بقى وكده. اعمليها وفرحي ولادك ان شاء الله جميلة جدا. كده بعد ما صبينا الخليط على طول نديله بقى رشة كبيرة كده من جوز الهند والزبيب. طبعا انا كترت الزبيب فبديله ضغطة كده. انا جيت اقلبها لقيت الزبيب بتاعي مش باين، اتاري انه نزل جوه القشطه، فاضطريت ان انا احط زبيب على الوش وطبعا ما ظهرش. كده جاهزه معانا وخلصت. اريحها بس كده بره المطبخ، بره التلاجة او جوه التلاجة زي ما انت حابه. يعني ممكن من بعد ساعه تبقى جاهزه معانا. انا بصراحه انا سبتها ساعه بالظبط وارجع دلوقتي هقطعها معاكم اهو. الاولاد مش صابرين، فانا قلت كنت عايزه اسيبها لتاني يوم بس بصراحه ما صبروش، فهنقطعها بقى مع بعض بعد ساعه. لكن بصراحه النتيجة تحفة تحفة تحفة، لو قعدت اوصف لكم مش هتصدقوا. طبعا اللي هنا الكيس لازق في القشطة من الجنب كده، لان انا مدهنتش اطراف الكيس كويس. بس ما شاء الله الزبيب اللي تحت ده انا ضفته على الوش بعد ما المارشميلو بتاعي طلع من التلاجة، فطبعا ما عدلوش لازمة، فعشان كده نزل. لان الزبيب التاني غطس جوه القشطة كده، وكانت بصراحة تحفة جدا وجميلة. نقطعها بقى. نراعي سكينة التقطيع اللي احنا هنقطع بها، ندهنها دهنة زيت عشان ما تلزقش. ونقطعها بقى اي حجم احنا حابينه. انا قطعتها كده 10 قطع، فلقيتها بصراحة حجمها كبير جدا. فهرجع بقى اقطعها، اقسمها كمان واقطعها. ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة جدا، اكتر من كيلو. يعني الكيلو ب120 جنيه في المحل، عملت معايا اكتر من كيلو، وما خدتش مننا اي وجه اي وقت خالص. اللهم صل على النبي. ما شاء الله مطتها جميلة وهشة كده وتحفة جدا وبتدوب في البق وجميلة جدا جدا جدا. اعملوها بقى وفرحوا ولادكم. واسيبكم بقى كده تشوفوا الجمال ده. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما تنسوش بقى تحطوا لايك لمطبخ ام دنا، واكتبوا لي عايزين ايه من حلويات المولد تاني وانا اعملها لكم. واشوفكم في فيديو جديد،
ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.